هذا الحدث مهم جدا لأنه فرصة للتعريف بأندونيسيا كأكبر بلد إسلامي في العالم، ودورنا هنا تعزيز صورة الإسلام المنبعثة من السلام والمحبة والإيمان. وحضر في المعرض أكثر من 20 بلدا معرفا بتراثه الثقافي والفكري والفني والتجاري من خلال العروضات الإسلامية المتنوعة. نحن حاضرون هنا لتعريف الجالية الإسلامية بالمركز الثقافي الإيراني في باريس، إذا نحن نوزع البرنامج الخاص بالنشاطات الثقافية التي نقوم بها خلال السنة. وتميز المعرض بالمنتوجات الفلسطينية الآتية من قلب فلسطين الجريحة. نحن هنا لتعزيز دور الفلسطينيين والتعريف بمنتوجاتهم التي ترد إلينا بالرغم من المأساة التي يعيشونها، فهم ينتجون، والدليل على ذلك منتوجاتهم المعروضة هنا. والأهم من ذلك، أو على الأقل ما تعلمته منهم خلال تعاملي معهم منذ 10 سنوات أثناء وجودي في فلسطين، هو الصمود والمقاومة، فهم متمسكون جدا بأرضهم ولا يتركونها أبدا، وبذلك نحن نتعلم منهم دروسا بالمقاومة والصمود. هذا المعرض الذي نظمه اتحاد مسلمي فرنسا بطبعته الأولى 2011 ألقيت فيه العديد من المحاضرات القيمة حول الإسلام، وكان محوره الأساسي محمد رحمة للعالمين. الله سبحانه وتعالى يقول لنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهو لم يقل لنا واعتصم بحبل الله. فمن هذا المنطلق أرجو من الله عز وجل بأن تتوحد الجالية الإسلامية فعليا بالإيمان وحول خط الرسول صلى الله عليه وآله. ثروة عظيمة وفرها الإسلام للمسلمين أعطتهم مركزا عالميا وجمعتهم خلال 3 أيام في بلد أوروبي، فرنسا. من الشرق إلى الغرب إسلام واحد ورسول واحد، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، جمع هذه الأمة على اختلاف جنسياتها في أجواء احتفالية وروحانية تشعر المسلم وكأنه في بيته. من صالون البرج في باريس، زين الجمال، العالم. الأطفال زينة الحاضر وأمل المستقبل. كل ما يفعلونه هو اللعب طوال اليوم، فاللعب هو ساحتهم السحرية التي يستكشفون من خلالها العالم. عرف اللعب على أنه ظاهرة اجتماعية نشأت تاريخياً ونوع مستقل من أنواع النشاط للطفل، ولكن دراسات عديدة باتت تصر وبشدة على أهمية هكذا نشاط كأسلوب من أساليب التربية ووسيلة تعلم فعالة تنمي كافة المهارات الحسية والحركية والاجتماعية واللغوية والمعرفية، وهو كذلك ساحة لتفريغ الانفعالات. نشأت المراكز المتخصصة في تنمية مهارات الطفل عن طريق اللعب، كما أضحى هذا الموضوع منهجاً في جميع مدارس التربية الحديثة، حيث قسمت طرائق اللعب تبعاً للهدف التربوي والاجتماعي واللغوي والنفسي المرجو منها. بنحاول دائماً ندخل أساليب ألعاب أو طرق لعب لحتى تعلم الطفل شغلات تصعب علينا أحياناً صعب يتعلم الطفل بالطريقة الكلاسيكية. وإذا بتشوفي كمان هلأ لسه في طرق جديدة حديثة هي قائمة كلها على التعلم باللعب، فنحن حالياً عم نستخدم هذا الشيء موجود بالنشاطات الترفيهية اللي عم نستخدمها هون. في ألعاب بتكون لعبة فردية من شخص لشخص، هاي رح يتعلم فيها، ممكن يكون التعليم هون مباشر أكثر أو أنت عم تتعاملي مع الطفل كطفل بحد ذاته. في عنا الألعاب الجماعية بتعلموا التشاركية مع الأطفال، قديش إنه حلو إنه يكون عم بتعاون مع رفقاته وعم بيشارك معهم بلعب. الآن في أطفال بتكون لا انعزالية أكثر. وعلى اعتبار أن اللعب عامل مهم من العوامل التي تؤثر في التنشئة الاجتماعية للطفل وتكوين مقومات شخصيته بأبعادها كافة، بات التمييز بين اللعب المفيد واللعب المضر أمرا بالغ الأهمية، وهنا تقع المسؤولية على الأهل في مراقبة لعب أطفالهم وتوجيهه نحو الطريق الصحيح الذي يحقق من هذا النشاط الأهداف المرجوة. اللعب هو من أهم الخطوات لأنه يتعلم الطفل، لكن اللعب بالشارع مثلا هذا اللعب الفوضوي أو اللعب العشوائي اللي حكيت لك عنه
هذا هو نمط اللعب الفوضوي اللي اكيد يعني ما بيضر الطفل ما بينفعه. لازم يضل الطفل تحت اشراف اهله، لازم يكون في دراسه معينه من قبل الاهل انه انا بدي اوصل انه فكره معينه او بدي اوصل هدف من خلال هذا الشيء اللي عم يلعب، انه اللعب مو بهدف بس تعبايه وقت. ما يكون اللعب انه بس انا لعب بوقت الطفل، يكون في هدف معين انا بدي هدف تربوي او هدف تعليمي. إذن من خلال اللعب يتعلم الطفل من الكبار معايير السلوك الخلقية كالعدل والصدق والأمانة وضبط النفس والصبر. كما أكدت الدراسات أن القدرة على الإحساس بشعور الآخرين تنمو وتتطور من خلال العلاقات الاجتماعية التي يتعرض لها الطفل في السنوات الأولى من حياته. الطفل يلعب، إذن الطفل يتعلم يتواصل مع الآخرين ويتكيف مع محيطه، ولكن للعب قواعد وأصول على الأهل والمربين مراعاتها لتحقيق تربية سليمة. عتاب الدقاء، العالم، دمشق.